النهاردة أنا بكلم بابا مش ماما ولا الولاد، وعارفة إن حياتك صعبة وإنك دايما مضغوط وبتفكر هتكفي مصاريف الولاد إزاي، وبتشتغل كتير قوي وأوقات بدل الشغلانة 2 أو ممكن تكون أصلا بتدور على شغل، وممكن تبقى مسافر ومش موجود معانا وبتشتغل بره. بس معلش يعني ممكن أفكرك بكام حاجة كده. لازم تبقى فاهم إن أنت أمان البيت وسنده، مش مصدر فلوس وخلاص، ووجودك بيطمن أهل بيتك. فبلاش عشان خاطري الوقت اللي أنت قاعد فيه في البيت سواء كان كتير ولا قليل إن أنت تبقى قاعد مكشر. كلنا عندنا هموم قد كده، لكن قعدتنا مع الناس اللي منا واللي بيحبونا واللي احنا بنحبهم بتهون علينا كل حاجة. حاول تخلي صورة الأب في عينين ولادك رمز للحنية والصرامة في نفس الوقت. الولاد يحبوك ويحبوا يقعدوا معاك، لكن يعملوا لزعلك ألف حساب. ده كان بالنسبة للولاد. أما بقى بالنسبة لست كل أم الولاد، مش هطلب منك كتير، هم حاجتين: قدرها بكلمتين حلوين وقول لها شكرا، علشان اللي هي بتعمله مش قليل. ده غير ان هي بتبقى كل حاجة وانت مش موجود. تاني حاجة، اضحك في وشها. تاني، قدرها واضحك في وشها. وربنا يا رب يخلي كل اب لاسرته ويبارك في صحته. بقول لكم ايه، اعملوا منشن لكل الابهات اللي انتوا عايزينهم يسمعوا الكلام ده، وانا عارفه انكم ما تتوصوش، بس ما تنسوش الفولو واللايك والشير والحاجات اللي انتوا عارفينها دي.